في برج خليفة. بص، أول حاجة على إيدينا الشمال حمام الضيوف، حمام صغير زي ما انتوا شايفين، خشب في كل حتة. الخشب ده بيمتص الطاقة السلبية اللي في جسمك. وريه تعالوا بقى معايا الناحية دي. زي ما انتوا شايفين خشب اسمه خشب what is this wood? What's the name of this wood, you know? هندور ونقول لكم بعدين. خزانة هنا. الشقة مساحتها مش كبيرة قوي، بس انت قاعد في برج خليفة ودي كفاية. ده المطبخ طبعا برضو كأنك تحس انت قاعد في متحف. تلاجة، عندك غسالة الأطباق، يعني غسالة الأطباق طبعا معلش البتاع مش نضيف شوية. هنا ده مكتب لو عايز تذاكر، وهنا ده الشباك. طبعا لو انت قاعد في برج خليفة مفيش بلكونات، انسى البلكونات، انت بس اسمك قاعد في برج خليفة. الفيو زي ما انت شايف كده في دور عالي، احنا في الدور ال20 دلوقتي، ومع ذلك برضو ايه الفيو مش احسن حاجة، بس طبعا برضو اسمك قاعد في برج خليفة. تعال معايا خش مع الأوضة، الأوضة الماستر. عندك خزانات بقى بالهبل، على يمينك خزانة قدامك. دي أوضة النوم، خشب في كل حتة. طبعا عندك هنا ايه، دي أوضة النوم. تصحى الصبح تبص تلاقي نفسك ايه في برج خليفة. تعالى هنا بقى معايا الناحية التانية. أوضة النوم غسالتين عشان ايه لو عايز تغسل الأبيض والأسود تقدر تغسلهم في نفس الوقت. معايا بقى ايه حمام. عندك البانيو فيه جاكوزي، ممكن تتمسج وانت قاعد في بيتك. لو مش عايز جاكوزي وعايز الشاور، عندك الشاور هنا. وده وات از ذس؟ ده لا مؤاخذة تويلت. بس كده هي دي يا معلم ايه شقتك لو انت قاعد في برج خليفة، شقة غرفة وصالة. وبس كده، ونشوفكم الحلقة الجاية.